بصوا يا جماعة، دي لوحة في شقة أنا خليت الكهربائي يعملها. طبعا جايب اللوحة الكبيرة زي ما احنا شايفين 36 خط، سايب مكان فاضي إن أنا لو عايز أزود أي خطوط. طبعا الخراطيم معمولة زي ما احنا شايفين بأريحية جدا. دي لوحة نت. طبعا دي شقة تحت التشطيب. اللوحة بتيجي جاهزة كده، فيها السويتش بتاعها، فيها الكهرباء. بنشغلها لوحة نت واتصالات، يعني بيكون فيها سويتش التليفون. بص هنا انا حاطط سويتش جارد، وده بيفحص الكهرباء لو الكهرباء جت عالية او منخفضة على الاجهزة. انت بتكون مظبطه، او هو بيجي متعاير مثلا من 210 لغاية 230 حسب ما انت بتعايره. الكهرباء جت غير كده ما بيشتغلش. طبعا انا طفيت دلوقتي اهو. لما جيت شغلت الكهرباء تاني بتاخد وقت من الثواني عقبال ما تشتغل، لان الجهاز السويتش جارد ده بيفحص الكهرباء. اللي جنبه ده حاجة اسمها قطع إرث. طبعا ده تأسيس الكهرباء في الشقة طبقا للرسم بتاع الشقة اللي احنا بنكون عاملينه في ال3D، موزعين لوحة الفرش ان كل حاجة في مكانها، والكهرباء اللي هتخدم عليها. شايف اللي انا بشاور لك عليه ده الخط اللي واصل من هنا مباشر للغسالة مثلا، التاني واصل للبوتاجاز. النهارده في بعض النهارده في بعض الأجهزة مش بيديك الضمان إلا إذا كان واصل خط مباشر من اللوحة للجهاز، مش داخل عليه أي حاجة. كذلك أنا هنا عامل قاطع ثنائي غير السويتش جارد وغير القاطع الإرث، ده كحماية أفضل. وزي ما أنت شايف اللوحة متقفلة بترامل، الأصفر والأحمر والحاجات دي اسمها ترامل. الترامل دي عبارة عن زي بيكون سوكت، عشان ما احطش السلك منه للمفتاح مباشر فيحصل اي شرز. كل الحاجات اللي معموله في تأسيس الكهرباء دي مهمه اعملها وما تستخسرش.